هي فلوس اشتراك النت بتروح فين؟ يعني احنا بندفع اشتراك النت للشركه، الشركه بقى بتدفع اشتراك النت لمين؟ من الاخر مين اللي بيلم اشتراك الراوتر الكبير اللي بيشغل العالم كله؟ خلينا في الاول نفهم النت اللي واصل لحد البيت عندك جالك منين؟ الكابل اللي واصل في الراوتر بتاعك متوصل من اقرب كابينه تليفون في المنطقه بتاعتك، وكابينه التليفون بيجي لها النت من اي اس بي او مزود الخدمه اللي هي شركه الاتصالات اللي انت مشترك معاها. طب الشركه دي جابت النت منين؟ برضه عن طريق مزود خدمه اكبر تقدر تعتبره الراوتر الكبير، وهي عباره عن مجموعه شركات عالميه بتنقل الانترنت لدول العالم، وده باختصار كده بيتم من خلال كابلات كبيره من الالياف الضوئيه اللي بتمتد تحت البحار والمحيطات. جميل، الشركه الكبيره دي بقى بتدفع النت لمين؟ الاجابه انها مش بتدفع النت لحد، وده لان الانترنت غير مملوك لاي جهه، هو مجرد شبكه بتربط العالم ببعضه. طب انا مش فاهم برضه، هو لما الموضوع كده احنا بندفع النت ليه؟ الفلوس اللي انت بتدفعها كل شهر يا صديقي هي الثمن التشغيلي للشركات الموصله للانترنت، يعني انت بتدفع فلوس ثمن الاسلاك والاجهزه اللي بيوصلوا بيها الانترنت حوالين العالم، وبكده تبقى عرفت